بسم الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وعد بأفضل الثواب للصائمين وبجنة الخلد للتائبين المخلصين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأجلى عنها الجهل والغمة، وحررها من عبودية الوثنية والعباد إلى عبادة رب العباد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إخوتي في الله، اتقوا الله حق التقوى واستقيموا في دنياكم تفلحوا بإذن الله في أخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أخوتي في الله، نسأل الله أخواننا في فلسطين النصر والتمكين، ولكل المسلمين المستضعفين في مكان، وأن يتقبل شهداءهم في عليين، وأن يشفي جرحاهم شفاء لا يغادر سقما. ونسأل الله القبول لأعمالنا الصالحة من قيام وصيام وتلاوة قرآن، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن على أعتاب ختام شهر رمضان، ونحن على أعتاب آخر أيام رمضان. خطبة اليوم ستتناول ختام شهر الصيام. الله المستعان، الله المستعان على مرور هذه الأيام المباركة، الله المستعان على هذا العمل. إن شاء الله ربي يتقبل منا. إن هذا الشهر قد أذن بالرحيل، ربح فيه أقوام، هناك من قامه وخسر فيه آخرون. نسأل الله أن يستقيموا ولا نزكي أنفسنا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون الصائمون، أيها المؤمنون الذاكرون، أيها المؤمنون القائمون الراكعون والساجدون على ما وفقكم الله فيه من عمل، فنشكر الله ونحمده على ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالذين يقومون بهذا العمل لابد أن تكون فيهم صفة المؤمن الذي هو يخاف من عدم القبول، لأن كل عمل الإنسان يقوم به ويحاول أن يؤديه كما أمره الله سبحانه وتعالى ورسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هو متحقق من قبول؟ أبدا، ولا أحد يعرف أنه قبل عمله، ولا أحد. فهذا إنسان عليه أن يكون في هذا الباب أنه غير متحقق من القبول، وهذا باب يجعلك أن تقوم بالعبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله بالقبول. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة سئلت عن ذلك، قالت: وزعم اللي يسكروا اللي يشربوا؟ لا، قال: هذم الصائمون والمصلون والمتصدقون واللي هم خايفين لا يقبل عملهم، لا يقبل عملهم. ومنه الآية هذه بعد الذين يسارعون في الخيرات، والمسارعة أي التواصل. فرب سبحانه وتعالى وعد بالجزاء وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان قلنا ذكرنا هو ما زاد عن الفرض، ما زاد عن الفرض. الإنسان يسعى أن يكون عمله في باب الإحسان. واعلموا أخوتي في الله أن من دليل توفيق الله للعبد أن عمله الصالح يدوم. إنسان باش يعرف صفة من صفات القبول أن عملك الصالح أو عبادتك تدوم، فليست بمناسبة شهر رمضان، فأن القيام يبقى دائما قيام، وتلاوة القرآن تبقى دائما تلاوة قرآن. فنجتهد في رمضان، وعلينا أن نجتهد بعد رمضان. رب سبحانه وتعالى عبادة الله ليست بالمناسبات،
ليست بالمناسبة مش إذا جانا فرصة صحيح نضاعف العمل قلنا للثواب، ولكن رب سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وتحقيق العبودية أو تكون عبدا لله، أن تأتي ما أمرك وتنتهي عما زجرك عما نهاك عنه، وتحقق ذلك بشروطه وليس رياء أو انقيادا أو مطاوعة لغيرك ولا أخذا بالخاطر، فهذا يكون لله سبحانه وتعالى. وعبادتنا تكون إلى أن يأتينا الموت. حتى إنسان يغرغر في آخر حياته ما دام عقله لباس هو مطالب بتحقيق العبودية حتى في الحمد والشكر. يقول رب سبحانه وتعالى في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل، معناها الإنسان ما يكونش العمل نتاعو كما سنان نقولوا احنا المنشار مرة طالعة ومرة هابطة، لا، تاخذ وتيرة واحدة، تاخذ وتيرة واحدة، ما يضيقش على نفسه. زاد كذلك مش يضيق على نفسه بعد يولي متفلت يعمل 12 ركعة 20 ركعة و50 ركعة في الليل وبعده في رمضان انتهى كل شيء. يقولوش كما قالوا الناس معناها خفت الصفوف وعادت المصاحف إلى الرفوف، وفي رمضان قد المصحف يتحط في الخزانة وترجع كأنه ممكن ما عاد. لا، الإنسان عليه أن يداوم، وهذا عايش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: معناها أحب الأعمال إلى الله معناها أدومها وإن قل. وإن قل تعمل ركعتين في الليل داوم عليها، مرة تقوم ومرة ما تقومش، ما تضيقش على نفسك. ثم ناس تضيق على نفسها وتلقاها تلوم مثلا في النوافل، يضيق على نفسه، وهذا مش مطلوب في الدين. مطلوب أن تداوم على العمل في قليله متى كان ذلك من أعمالك ترغب به تقوى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا معناها عبد الله بن عمرو بن العاص يوصيه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فترك قيام الليل. ونحن نعمل في قيام الليل، نعمله في التراويح، ونعمله في منها في قيام الليل التهجد. فهذا علينا أن نترك في إفطارنا مدة الإفطار عمل متواصل وإن قل ولا ركعتين في الليل في جوف الليل، هذا مطلوب. فأحرصوا أصلح الله قلوبكم على أن يكون آخر عهدكم بالطاعة والإحسان، خاصا بكل أوقاتكم وليس خاصا برمضان. بل صلوا ذلك بالإفطار وصلوا ذلك في كل الأحوال. فشهر رمضان ينقضي والطاعات تبقى وجزاؤها أوفى وأجزى من الله سبحانه وتعالى. ومن علامات القبول كذلك أن يحبب الله إليك الطاعة اللي شفناها في رمضان، وإن شاء الله تدوم هذه إلى قيام الليل. إذا كان ربي يحببها لك رأيي هذه علامة من علامات القبول. إذا كان خلاك ديما تحل المصحف وتعود عليه وتقرأ متى يسر وتحاول أن تتقن القراءة وأن تتدبرها، وهذا المقصود، وأن تعمل بها هو الأهم. بل هنا لأن رب سبحانه وتعالى ذكر في ذلك سورة قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هنا مفتوح على معاني كثيرة: الذكر اللي هو التسبيح، الذكر اللي هو القرآن، الذكر اللي هو التوحيد، الذكر اللي هو التهليل. فهذا مما جاء منها في مداومة الأعمال. إذا كان الإنسان قلبه وجل ويخاف أن لا يقبل عمله فعليه أن يدعو الله. فالدعاء مطلوب، أنك تقول ربي يتقبل وغير ذلك، وهذا ما معناه مشروع، لأن الإنسان ما يعرفش هل قبل عمله أو لا. ودليل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عندما كان يرفعان البيت يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء مشروع، ربنا تقبل منا. وقال الفقهاء تقبل، ما قالش ربنا اقبل منا، قال تقبل منا، لأن قد يكون العمل فيه نقص، قد يكون العمل فيه نقص. بكلمة تقبل أي تقبل ما كان من عملنا بمجتهدنا البسيط، خاطر كل عمل يستحيل باش يكون تام. علاش؟ لأن الإنسان قد يخالطه الشيطان وقد يخالطه الرياء، وقد مهما يجتهد لابد أن ينفذ إليه الشيطان إلى نفسه ويكون عامل فيه العمل فيه شيء من الرياء. وكل ما صلح أمام أعيننا هو صالح، وقد يكون غير صالح عند الله، لأن هي تزكي العمل.
ربي سبحانه وتعالى وعلي بن أبي طالب يقول هنا، قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما بالعمل، اهتموا بالقبول. وعلى هذاك احنا نقول دائما يعبد الله بعلم. ما الإنسان باش يحقق قبول الصيام عليه أن يعرف مفترضات الصيام حتى يتقبل الصيام، عليه أن حتى يحقق الصلاة بتاعه صحيحة عليه أن يتعلم فرائض الصلاة، لا ينقر نقر الديكة. الاعتدال والاطمئنان شرطين، هذا مزوز. الاعتدال في الوقوف والاطمئنان في الركوع وفي السجود فرض. إذا كان عمل ركعة كركعة ورفعه ثم زد، نقص عنصر وفرض في الصلاة تبطل بها الصلاة. ولذلك يعبد الله بعلم على إيمان وقناعة. كذلك الإنسان اللي يقول وإحنا يتقرب إلى الله بما هو حلال، ولا تتقرب بما هو حرام كربا، نقود ربا أو غير ذلك، أو أموال الأيتام، أو تصرف في إرث غيرك وتتصدق به في فرق وغير ذلك. فهذا ايش معناه؟ يعبد الله بعلم. ولذا قال لنا كونوا لقبول العمل أشد اهتماما بالعمل. ما تهتمش بالعمل، لكن اهتم بالشيء اللي يخلي العمل هذا مقبول عند الله، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. ايش معناها التقوى؟ هي اتقى خاف نتقي يحتمى بالشيء، نتقي من عذاب الله ونطمع في ثوابه. جزء بعضهم نتقي عذاب الله ولكن نطمع في ثوابه سبحانه وتعالى بتحقيق القبول. عباد الله، إن الله قد امتن عليكم كذلك بعد الصيام أن جعل لكم عيدا. ربي سبحانه وتعالى عبادة معناها اهتمامنا بعيد، بفرحة تفرح فيها المسلمين. وأن المسلمون العيد هذا عيد الشعيرة. يقولوا الشعيرة، ايش معنى الشعيرة؟ أي علامة، شعيرة من شعيرة الإسلام، أي علامة من علامة الإسلام. فالعيد هو كأنك في عبادة، لأنها تظهر أنك مسلم، كما الأذان هو شعيرة من شعيرة الإسلام، تبين أن نحن في بلد المسلمين. كذلك نقول احنا اجتماعنا في هذا المسجد أو في هذا الجامع أن شعيرة الجمعة شعيرة، الوقوف على عرفة شعيرة، وعيد الفطر كذلك شعيرة. والشعيرة هي أنك تبين علامة من علامات الإسلام فتعطيها حقها، فلا يكون فيها من المحرمات والموبقات والعياذ بالله. وكم هناك من المسلمين الذين ينتسبون الإسلام ويدنسون هذه الشعيرة بالخمر وغير ذلك والعياذ بالله. وهذا مجلس معناها إن شاء الله ربي بعدنا هذه الألفاظ، ولكن موجود. فلا ندنس هذه الشعيرة، ولا ننتظر أن يعلن مفتي الجمهورية حتى قدوم العيد حتى ننطلق من الليل من ذلك الليل. وهذه مؤسف ويدمي له القلب. وصدقوني هذه شيء اللي هي ليست من شعائر الإسلام، ولا تمت الإسلام لا في العيد ولا في غير العيد. فهل نتفلت بمجرد إعلان قدوم العيد؟ وصلاة العيد علينا أن نؤديها في عائلاتنا، نلبس الجديد، نجيب ولاداتنا للجامعة في صلاة العيد، نخرج مع نسائنا. وهذا عيد بعد عبادة فيه تكبير وفيه تهليل. ورب يقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي أنك عندك قلبك يحس على هالدين هذايا، قلبك فرحان. لأن الصائم شنو فرحته؟ هو فرحته أنه في عيد سنه من الله سبحانه وتعالى، فيه تكبير وفيه كذلك أنك وصلت إلى ختام هذه العبادة بفضل من الله وترجو القبول، فأنت تفرح لهذا العمل. كيف إنسان في داره يكمل خدمة وعمل يفرح، فما بالك عبادة علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبين العباد. بل هنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يكون فيه منكرات ولا يكون فيه عري ولا يكون فيه فسق ولا يكون فيه ما نهانا الله ورسوله عنه. وهذا لو موجود عندنا نتزين العيد فلا يكون فيه عري. أمر أهلك بالسترة، استرهم، ما تخليهمش يخرجوا عليا وغير ذلك، والتسليم والتقبيل هذا كله راه ليس من العيد في شيء. فالمقصود هنا أن يكون الإنسان يعظم هذه الشعيرة ويعطيها حقها وتكون له مكانة، فلا مجال للمعصية في العيد.
وفي غير العيد كذلك، ولكن بالأخص في شعيرة العيد معناها الإنسان ولو كان قد يزل يحاول يرجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. علينا أن نخلص العمل لله، فالثواب ثمرة الجهاد الظاهر والباطن. راه الجزاء بيكون كان مرتبط بظاهر وباطن في طاعة الله. نسأل الله القبول والعتق من النار وخير الجزاء وحسن الختام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولكم فاستغفروه يغفر لكم.